جيل زد أي الفئة اللي تولدات ما بين منتصف التسعينات وبداية 2010 حتى 2012 تقريبا، هو أول جيل في التاريخ غادي يدوز من مرحلة البلوغ ومعاه بوابة في جيبو اللي كتشدو يبقى بعيد على الناس اللي حداه وكتديه لعالم موازي وغير حقيقي تماما، عالم مشوق ومتغير وفي نفس الوقت عالم مظلم إدماني ومدمر حرفيا. واحد الأستاذ جامعي أمريكي في علم النفس سميتو جوناثان هايت، وهو كذلك باحث وكاتب، ملي كان كيقوم بالأبحاث ديالو باش يكتب واحد الكتاب على الظاهرة واللي سماه دي انيكسيو جينيريشن الجيل القلق، لاحظ أن تقريبا في 2010 النسبة ديال الأمراض النفسية وسط هذا الجيل زاد غادي تزاد بشكل مفاجئ وخطير. نسبة الاكتئاب وسط المراهقين زادت ب 150%، نسبة إيذاء النفس عند البنات الصغار تضاعفت 3 المرات أكثر ما بين 2010 و 2020، وتضاعفت 2 المرات عند البنات اللي عمرهم ما بين 15 و19 سنه. وهذا الوباء النفسي لقاه منتشر غير في الجيل زد والاجيال اللي جات من موراه. اذا شنو وقع لهاد المراهقين في بدايه 2010؟ شي حاجه كبيره وقعت، شي حاجه تبدلات وبالضبط في الصوره ديالهم، وهي اللي خلات الصحه العقليه ديالهم طيح بهذا الشكل. الوقت اللي بدات فيه هذه الازمه النفسيه عند الجيل زد هو نفس الوقت اللي بانوا فيه السمارت فون والسوشيال ميديا، واي واحد دابا عنده العقل وكيفكر منطقي غادي يستنتج ان هذه الوسائل هي السبب، حيت هذا الجيل هو اكثر جيل كيستعمل التليفونات والسوشيال ميديا بزاف. جوناثان هايت كيقول دابا وانا كنكتب في 2023 كاين بزاف ديال الابحاث اللي كتبين ان السوشيال ميديا كتسبب في ضرر كبير للمراهقين. تحول حياه المراهقين من العالم الحقيقي نحو العالم الرقمي ماشي غير تزامن، بل سبب مباشر في ارتفاع القلق، الاكتئاب وامراض نفسيه اخرى اللي بانت في بدايه 2010. ولكن علاش كتسبب السوشيال ميديا في هذه الامراض وبالضبط عند المراهقين؟ باش نجاوب على هذا السؤال خاصنا نعرفوا اشنو خسرات هذه الاجيال الجديده بسبب الادمان القهري ديالها على الهاتف.